اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة إن شاء الله معانا وصفة تحفة قوي قوي للفراخ. هتعمليها بتتبيلة جميلة جدا جدا، وهتشوفوا هتبقى تحفة جدا وبحاجات ما عندنا في البيت. أول حاجة طبعا بعد ما غسلت الفراخ كويس قوي قوي بالليمون والخل والملح، ومعلقة دقيق، حطيت كده يا دوبك زي ما انت شايفة بصلة بصلاية مفرومة بملح بفلفل، بس مش عايزة أكتر من كده. وابتديت إن أنا أفتح ما بين الجلد واللحم وأحط البصل بتاعي. البصل ده أول حاجة بيقضي على أي ريحة للزفارة، تاني حاجة بيدي نكهة وطعم للفراخ تحفة جدا. فتحطي البصل كده من تحت الجلد، ما بين الجلد وما بين اللحم، وتملي بيها كل الفرخ. وطبعا تبقي حاطة فيها ايه ملح وفلفل علشان خاطر التتبيلة تخش جواها وتاخد من ملحها ومن فلفلها، وإن شاء الله هتبقى تحفة. أنا عايزة اللحم كله يتشبع بالتتبيلة التحفة دي. اعتمدي تتبيلة البصل بالملح بالفلفل في كل وصفات الفراخ. وبعد كده هنركنها بقى شوية لحد ما التتبيلة دي تقعد. عايزة تعمليها من بالليل للصبح مفيش مشكلة، لو مستعجلة وعايزة تعمليها ساعة بس أو ساعتين حسب ما وقتك سامح مفيش مشكلة. ونعملها كده بالسكوتش ونسيبها ونركنها على جنب، ونحضر باقي الحاجة. بصوا البطاطس بالفريك ممكن ما يتعملش تحتيها خضار، أو ممكن يتعمل تحتيها خضار زي ما انت حابة اعمليها. انا بصراحة بفضل البطاطس، واي وصفة فراخ عندي بحب احط بطاطس او بحب احط خضار، عشان لو مش عايزة اعمل حاجة جنبها الولاد ياكلوها ويبقوا مستمتعين بيها جدا. جبت كده طاسة وحطيت فيها معلقة زبدة أو سمنة أو أي مادة دهنية، وبشرت بصلاية صغيرة. وبعدين طبعا كنت غاسلة الفريك بتاعي ومصفياه، وابتديت ان انا انزل الفريك على البصلة بعد ما اصفرت شوية. ده اللي هو القشر بتاع الفريك ما نزلتهوش في الطاسة بتاعتي. وهابتدي إن أنا أقلِّب كويس جدًا الفريك مع البصلة. أنا عاملة الفريك يعني على قد الفراخ اللي عندي، واحد بقى كده حوالي طبقين صغيّرين مش مهم الأولاد ياكلوهم. أغسل كده كويس أوي، أوي الفريك، وأحُط شوية ملح مش أكتر من كده. أنا كنت تعبانة معلقة محلول، عايزاكِ بقى تدعوا لي بالشفا، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. وده الملح. وأقلِّب بقى كُلّه مع بعضه، وأحُط أحُط نُص كمية المَيّة على الفريك. يعني لو أنا دلوقتي عاملة كوبايتين فريك، هاحُط عليهم كوباية مَيّة بس وهاسيبها تستوي جوّه ال الفراخ. طيب باقي الفريك الزيادة هنزوّد له حبّة مَيّة كمان صغيّرين بعد ما نحشي الفراخ كويس أوي ويستوى فيها، يتحط كده طبق جنب الأكل لو اتبقى معاكِ أي حاجة. اغسلي الفريك ونقعيه، وبعدين صفّيه وحطّيه يستوى، هيطلع معاكِ مفلفل وجميل. هاوريكم كل حاجة بعد ما الفراخ تخلص إن شاء الله، هتشوفوا شكلها تحفة إزاي. طبعًا الكمية دي بتاعتكم زي ما قُلت لكم، ممكن تحطّوا الفراخ كلّها، الك كمية الفريك كلّها جوّه الفراخ، وممكن تحطّوا الكمية نُص برّه ونُص جوّه زي ما أنتم حابين. دي ده معايا بصل وطماطم وفلفل، حطيتهم كده في أرضية الصينية بتاعتي بيدّوها طعم حلو جدًا، جدًا. طبعًا وحطيت معلقة زبدة أساسي. دي بطاطس أنا برضه متبّلاها ببصلة، بملح، بفلفل، اللي هي تتبيلة الفراخ. سِبت معلقة كده للبطاطس بتاعتي. نحط البصلة بالملح بالفلفل ونرصها على الخضار اللي أنا حطيته
في أرضية الصينية، وطلّعت الفراخ بتاعتي من التلاجة علشان نحطها في الصينية، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. عايزة أقول لكم الفراخ دي كان طعمها تحفة جدًا، جدًا، كانت دايبة وكان لونها تحفة وأحلى كمان من الجاهز. كفاية إن أنتِ عاملاها في بيتِك وعارفة الفراخ جايباها منين ومنضفاها بإيدِك أنتِ. بتجيبي الحاجة من برّه ما تعرفيش مصدرها إيه، ما تعرفيش منضفينها إزاي، ما تعرفيش مستخدمين زيت إيه، كل حاجة أنتِ حطيها. الفراخ دي مشوية ما فيهاش دهون خالص زي ما أنتِ شايفة. بعد كده حتى لو أنا حطيت معلقة زبدة أو حاجة، أنتِ ممكن ما تحطّيش، ممكن هي كده منّها فيها، ما يتعملّهاش أي حاجة وبتبقى تحفة جدًا. أنا كده رصيت الفراخ بتاعتي. أنا كنت عاملة فرختين، فرخة مشوية وباقي الفراخ كده يعني س م متقطّعة فما حشيتهاش، حطيتها جنبها. عشان كده بقيت من الفريك على أساس اللي حابب ياكل محشية ياكل، واللي حابب ياكل فراخ عادية كده من غير حشو برضه ياكل. ب يبقى كل واحد حسب حريته. طبعًا باحُط الفريك كده زي ما أنتم شايفين جوّه الفرخة بتاعتي. أهم حاجة إن إحنا نستنى الفريك بتاعي لمّا يبرد، علشان أنا عملت غلطة، كان سُخن وحطيته في الفراخ، فقطع لي حتّة من جلد الفراخ، بس الحمد لله يعني هاسويها. فأنتِ اصبري عليه لمّا يبرد شوية وبعدين تحطّيها جوّه الفراخ، وبعدين هنقفل عليها ب بالخلة أو عصاية شيش طاووق أو إبرة وفتلة، أو تدخّلي الرجلين جوّه الجلدة دي الزايدة. يعني أيًا كان أنتِ بتحبي تقفليها إزاي اقفليها، المهم إن ما يكونش فيها أي حاجة عشان ما تنزلش في الأكل. دي إيه، معلقتين من الصلصة اللي بنشتريها جاهزة، معايا بصل باودر وتوم باودر وباربيكيا وشطة، حطيتهم إيه على معلقتين الصلصة ومعلقة من الصويا صوص. وده خلّي بالكم دي الخلطة الجميلة اللي هتدّينا لون الشوي بتاع برّه من غير شواية ومن غير أي حاجة، مجرد إن أنتِ تدخّليها الفرن بالتتبيلة ديّة، هتخلّيها تحفة جدًا زي ما أنتم شايفين. بجد اعتمدي الوصفة دي معاكِ في كل حاجة، بجد تحفة. وهابتدي إن أنا أحط المعجون أعمل لها كده من برّه كلّها بالخلطة ديّة علشان اللون بتاعها يدّيني لون روعة وتحفة. طبعًا مشغّلة دلوقتي الفرن على درجة حرارة 200 وهاحطها على أول رف. هتاخد معايا حوالي ساعة من على الفرن. عايزة أقول لكم إن الوقت بيختلف من فرن للتاني، ممكن أنا تاخد معايا ساعة، تاخد أنتِ معاكِ ساعة وربع، ساعة ونُص. المهم إن إحنا نطلّعها دايبة ومستوية ولحمها كده تحفة زي ما أنتم هتشوفوها معايا. باجيب كده الفراخ على الجنب التاني علشان أحط إيه، التتبيلة بتاعتي. الحاجات اللي أنا باستخدمها، أنا باحب وصفاتي تكون من البيت، تكون فيها كل الحاجات اللي موجودة في البيت، عشان ما نستخدمش الحاجة من برّه، خصوصًا إن الحاجة غالية جدًا. ربنا يا رب يهوّنها علينا ويرزق كل إنسان برزق أولاده. أنا كده باكمّلها. طبعًا محضّرة إيه، محضّرة ورق ألمونيا وورق زبدة. نحُط الأول ورق الزبدة وبعدين ورق الفويل، لإن ورق الفويل مُضِر جدًا، جدًا لو حطيناه على الأكل على طول، فلازم نحُط ورق الزبدة وبعدين ورق فويل. أنا باعمل إيه، بانغّذ الفراخ لإن زي ما أنتم ملاحظين الفرخة بتاعتي معدية ال2 كيلو، حوالي 2 كيلو 100 جرام. فلازم ننغّذها عشان أول حاجة نضمن إن هي استوت من جوّه، وتاني حاجة علشان التتبيلة تكون مالية الفراخ بتاعتي وأحس باللحم بتاعها فين، في التتبيلة. إيه بقى اللي اتبقى معايا من الخلطة اللي أنا حطيتها على الفراخ، زوّدتها كده حوالي كوباية مَيّة، وهابتدي إن أنا أحط باقي المَيّة بالصوص اللي باقي من الفراخ في أرضية الصينية. اللي حطيتها ليه كوباية المَيّة، هي على فكرة من غير مَيّة الفراخ هتستوي، بس البطاطس بتاخد سِوَى شوية وأنا مش سلقاها، فحبيت إن أنا أحطها
من تحتيها كوباية المَيّة علشان خاطر تضبّط معايا البطاطس وتطلع إيه مهرية. بسم الله ما شاء الله طلعت أهي، بُصّوا منظرها عامل إزاي، تحفة. بُصّوا شكل الفراخ عامل إزاي، مهرية. أنا هاقطّعها كده معاكم ونشوف إيه طعمها وشكلها، لونها من جوّه. بُصّوا أول ما حطيت فيها السكينة دابت، بُصّوا شكل اللحمة بيعمل إزاي، طبعًا هي سخنة مولعة، بس الولاد كانوا مستعجلين علشان يتغدوا، كانوا جعانين جدًا، فأنا حبيت إن أنا أصورها لكم أول ما تطلع من الفرن، علشان خاطر أوريكم قد إيه هي مستوية وقد إيه الوصفة ناجحة وجميلة، وباتمنى تكون وصفتي عجبتكم، وما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.